مساء الخير. النهارده احنا في مكان بيبيع كل المنتجات الطهويه التونسيه اللي هي بتتعمل باليد، يعني في حاجات تصنيع خاصه بالمصانع وفي حاجات بتتصنع باليد، بتنتج في قلب البيوت التونسيه، يعني اصحاب البيوت نفسهم هم اللي بيطلعوا الانتاج دوت. هنتعرف مع استاذ مهتدي ايه هي المنتجات التونسيه بتتعمل في اليد، وهو هيشرح لنا بالتفصيل كل المنتجات اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. مساء الخير استاذ مهتدي. مرحبا بكم. اهلا بيك. طب نبتدي دلوقتي، قول لي بقى كده يعني احنا فين وايه المنتجات اللي قدامنا؟ الحقيقة انتم الآن في محل اختصاصه الأكلات التقليدية التونسية. تمام. بالتحديد جزيرة جربة. تمام. الأكلات التقليدية مركزة أكثر شيء على الصنع المنزلي. المنزلي يقوم به النساء في بيوتهم. تمام. طريقة بسيطة تقليدية. أبسط أشياء هذه موجودة تلقاها في العالم العربي الكل. هي أعشاب بيشيحوها معنا فقط معنا كالترنجية والنعناع والرند. هذوما بيستعملوهم في الأكلة التقليدية. تمام. وهنا المعجنات جميع أنواعها. الأساس بتاعها باش يكون القمح وإلا الشعير. قمح والشعير. تمام. فايش يكون الفرق في نوعية دي زي المكرونه كده الايطالي صح، بس دي المكرونه التونسي. مكرونه اللي هي بتصنع من القمح والشعير في قلب البيوت التونسيه. تمام كده. هذا قمح وده قمح. يفوروه على النار، يعملوا على الكسكاس يفوروه. يتغير الحجم بتاعه وبعد كده يبدا جاهز للطبخ. تمام. معلش ايه المربعات دي؟ من اسمها التونسي نواصر ديت من اشهر الاكلات التونسيه اللي موجوده في تونس، يعني على حسب ما عرفت ان هي حاجه مشهوره جدا جدا عندهم من هو في تونس. هي بالظبط كده تقدروا تقولوا زي مكرونه بس ليها عجينه مخصوصه وبتتقطع شرايح زي ما احنا شايفين كده، مربعات رفيعه جدا، وبتتعمل بنفس طريقه عمل المكرونه صح كده؟ نفس الطريقه بتتفور. والمعروفه هي وياها يمشوا كيف في نفس الاتجاه، هي الحلم. نفس بس الشكل مختلف. تمام. طب دي اخذناها كلها معجنات. هذه شوربه. شوربه شوربه الاساس تاعها شعير. هذيك شوربه الفريك. الاساس نتاعها شعير. بصوا يا جماعه، دي اللي معايا دوت ده فريك، بس بيعملوه شوربه خليط من الشعير وبيتغلي في الميه وبيتعمل شوربه، وطبعا هي مفيده جدا افتكر. اكيد مشهوره برضه عندكم في الاكلات خاصه في رمضان. صح، في رمضان هي الوجبه الرسميه تاعنا هي شوربه الشعير. شوربه الشعير في رمضان. تمام. كسكس معروف. هذا العمل تاعو ديالي. انا ديالي شنو الكلمه ديالي؟ معمول في المنزل. ده كسكسي بتاع البيت مش مصنع، مش مصانع يعني. هيك بتاع البيت. هذا الاساس نتاعو الشعير، والاخر الاساس نتاعو القمح. هنا الاختصاص الاساس اللي هو البسيسه. المكونات نتاعها الطبيعيه يكونوا قمح، شعير، الكسب بما القصب معروف. هذوما الاساس. زيدوهم معنا فاحات واحد اخرين، معنا شوش ورد، فليفر مختلف. تمام. باختصار كده هي زي البسبوسه عندنا، هي اسمها بسيسه بس هما بيضيفوا ليها بعض الفليفر، يعني مثلا عندنا حاجه بالخروب، وعندنا حاجه في بسيسه روز ومعها فاكهه. تمام. ده نفس الموضوع بس نفس الموضوع بفليفر مختلف. مكونات يتغيروا. صح كده؟ المكونات يتغيروا. تمام. الاساس بتاعهم فطور الصبح، معنا الصباح يفطروا. يعني دي وجبه الفطار الصباحيه. تمام. هنا الشريحه هي الكرموس اللي هو التين. التين هذا يتشيح وتخدم زيت زيتونه. ده التين المجفف اللي احنا بناكله في رمضان، بس هما بيضيفوا عليه زيت زيتون وبيتجفف وبيتحط في علب زي ما احنا شايفين كده اهوت، وبيتاكل بس ده مش مواسم اظن، يعني ده في اي وقت، يعني هو وقت يتخزن بالطريقه هذه يبدا في اي وقت. هذا مخزن يتسمى. الطماطم الشايحه برشا عباد هو معنا الكثير من العباد عارفها. دي طماطم شايحه، طماطم مجففه ما عندها حتى اضافات كيميائيه ولا معناها مسبرات. طماطم ما فيها زيت زيتون؟ اكيد فيها. يعاون في التخزين، يساعد في التخزين. لا عسل. التمر زاده. تمر نصبروها. دقله نصبروها. زيت زيتونه
غنية عن التعريف. هذه كلها غلة شايحة، غلة صحية أكثر يستعملوها للصغار في الأكلات بتاعهم. كل دي تعتبر فواكه مجففه، فواكه يعني هنلاقي الموز، هنلاقي الاناناس، هنلاقي البرتقال، تفاح، التفاح، زنجبيل، بس مجفف. ده اكليل وزعتر اللي هو اكليل الجبل. راس حانوت، بس راس الحانوت التونسيه غير راس الحانوت المغربي، المكونات بتاعتها بتختلف عن المكونات. كان حد يعني من اصدقائنا قال لي المعلومه ديت. والاستعمال بتاعه مخصص. دي مطحونه ولا حب؟ مطحونه. دي مطحونه. مكوناتها ايه يعني؟ سكنجبير، القرفه. نقدر نفتحها؟ اكيد. واو. استعمالها يكون جميل. هي ريحتها بس قويه قوي. دي راس حانوت تونسي، عباره عن مجموعه توابل، صح كده؟ مجموعه توابل. في منهم حاجات تونسيه يعني، في منهم اكيد الكبابه تونسيه، سكنجبير، قرفه. هذوما يستعملوا في الاكل اللي يبدا فيه اللحم، ما يبداش فيه سمك. لحوم حمراء. سمك لا. تمام. والاختصاص الاكثر معروف. هنيجي بقى هنا، دي اشهر حاجه طبعا في تونس كلها، في المغرب العربي كله، الهريسه التونسي من اشهر انواع الهريسه اللي في العالم العربي كلها، لان هم هنا في تونس بيسموها الهريسه العربي، ان هي بتتعمل بزيت الزيتون. شوف هنا بقى بتتعمل ازاي، وايه الفرق بينها وبين المصنع، يعني ايه الفرق بينها وبين المعلب اللي اكيد في المحلات. الفرق الواضح ما بين الهريسه العربي التونسيه والمصنعه انها خاليه من اي انواع المواد المضافه للتخزين او لتغيير اللون او المطعم. نشوف كده. هذه هريسه مخلطه بزيت زيتونه، الفلفل يكون مخلط شويه كده منها، يكون مخلط بزيت زيتونه وثومه وتابل وكرويات، يعطوا فاح في الماكله ويعطوا اللون اللي غالب في الاكلات التونسيه هو اللون الاحمر. باللهجه تاعنا ما تسماش زعتر، هي البيض. بس دي هيلث صحي يعني، مش مضر مثلا او لا زي الشطه. لا ما عندها حتى اضرار بالصحه، هذه ما عندها حتى اضرار بالصحه. حاجه طبيعيه وعمل منزلي نظيفه. تمام. اظن معظم الاكلات التونسيه بتعتمد على بتركز على الهريسه. اكيد. شكرا جزيلا استاذ مفتدي. مرحبا بك. بارك الله فيك. معانا كانت رحله جميله جدا. اتفضل. ان شاء الله هنشوف حاجه جديده في تونس، واتمنى لكم مشاهده ممتعه ان شاء الله. شكرا جزيلا.